زلزال قضائي كبير، متابعة في حالة اعتقال 21 شخصية وطنية. أيضا السيد سعيد الناصري، كذلك عينيه لطيفة رأفت، سعيد الناصري. شكون هو هاد اسكوبار الصحراء وشنو الفضيحه اللي دار واللي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي؟ اسكوبار الصحراء الاب ديالو من مالي والام ديالو مغربيه، واللي معتقل في المغرب من 2019، والسبب ديالو حتى تعتقل هو اعترافات سعيد الناصري رئيس الوداد وكذلك عبد النبي باعوي رئيس جهه الشرق. اذا شكون هو هاد اسكوبار الصحراء؟ تزاد اسكوبار الصحراء في 1976 في كيدال عاصمة الطوارق بمالي، والاسم الحقيقي ديالو هو الحاج بن إبراهيم. تعاطى لتجارة السيارات، تجارة الذهب، وبعد انتقل إلى تجارة الأنشطة الممنوعة أي تجارة الكوكايين، وبالضبط من أمريكا اللاتينية باتجاه دول غرب إفريقيا. دار علاقات مع شخصيات في بوليفيا بأمريكا اللاتينية، وهنا دار علاقة مع واحد البنت شخصية كبيرة في بوليفيا وسقط في حبها. وإسكوبار الصحراء ولات عنده بزاف ديال الأملاك عبر العالم، أراضي في بوليفيا وفيلا في الدار البيضاء وشقق في البرازيل وروسيا وجزيرة خاصة في غينيا. وحسب جريدة جون أفريك فراه دار بزاف ديال العلاقات مع بزاف ديال النساء، منهم فنانة مغربية ونساء أجنبيات مشهورات. وفي 2010 تعرف على شخصيات سياسية مغربية بالجهة الشرقية. وهو شنو دار؟ استغل هاد العلاقات باش يطور من التجارة ديالو كتجارة القنب الهندي من المغرب نحو إفريقيا. وتمكن إسكوبار الصحراء من تطوير نشاطه وتبييض أمواله من خلال شركائه في المغرب، وشرى بزاف ديال الشقق في مارينا السعيدية، واستثمر في عدة مشاريع وأنشأ معامل. لكن في سنة 2015 صدرت مذكرة من الشرطة الدولية الانتربول في حقه، فاعتقل في موريتانيا، ومن اللي خرج من السجن حاول أنه يجمع مستحقاته لدى شركائه من بينه شركائه المغاربة. كانت مستحقاته تصل إلى 3 مليون أورو حسب الصفيحة، فإن الفيلا التي يملكها بالدار البيضاء استولى عليها رئيس نادي كبير للكرة بالدار البيضاء، وشقته الراقية في الدار البيضاء استولى عليها منتخب سياسي من الشرق. وغير وصل المطار محمد الخامس سنة 2019 تم الاعتقال ديالو من طرف المكتب المركزي للتحقيقات والأبحاث القضائية، وبعد اعتقاله تبين له أن شركاؤه نصبوا له فخا فقرر فضح الجميع.